بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا النهارده اتلعب كذا ماتش في الدوري الانجليزي، فيعني هنتكلم كده على ماتش. امبارح طبعا اتلعب مانشستر يونايتد وفولهام وكسب مانشستر 1-0، واتكلمنا على الماتش ده ونزلنا فيديو بتاع الماتش ده. بس الاول طبعا نعمل لايك ونشترك في القناة ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد عشان نقدر ننزل فيديوهات تاني. النهارده ابتدينا اليوم طبعا بليفربول وابسويتش تاون او ابسويتش تاون وليفربول. ليفربول نزل بتشكيله هي اللي كانت بتلعب مع يورجن كلوب. طبعا ده فريق يورجن كلوب هو اللي عامله يعني، فهو مفيش تغييرات كتيره. نزل اليسون بيكر وارنولد وكوانسا وفان دايك وروبرتسون، وفي نص الملعب كان ماكاليستر وسوبسلاي وجرافنبرج، قدام صلاح ودياز وجوتا. طبعا الفريق في الشوط الاول كان سيء جدا 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 جدا. كل اللعيبه بصراحه كانت سيئه. فريق ليفربول ما كانش طبيعي، كان ابسويتش تاون بيضغط عليه، مش عارفين يخرجوا بالكوره. ما فيش حلقه وصل ما بين الهجوم وخط النص. اللعيبه كلها مش حلوه. دياز بيتحنجل، يقعد يتحنجل بالكوره وعنده الفينش بتاعه صفر بصراحه. يعني ممكن يعدي ويجري ويعمل وبتاع ويفضل يرقص وفي الاخر يضيع الكوره. بيقعد يتحنجل كتير وفي الاخر بيضيع الكوره. صلاح ما كانش حلو قوي الشوط الاول. جوتا برضو نفس الحكايه. الفريق كله بصراحه يعني ما كانش حلو قوي الشوط الاول. ما عدا يمكن جرافنبرج، هو يعني كان كويس، هو لعيب كويس على فكره، هو تقيل شويه بس لعيب كويس. ممكن مع المطوشه ياخد خبره اكتر. الفريق اللي لعب ده هو نفس الفريق اللي كان بيلعب بيه تقريبا يورجن كلوب، مفيش تغيير. هو الفريق اللي بنيه يورجن كلوب. مفيش طبعا صفقات خالص نهائي، ولا صفقة لحد دلوقتي. ارن سلوت مش هنعرف نحكم عليه الا بعد 4 5 ماتشات. يعني عشان في ناس الشوط الاول قالت لك ده مدرب وحش ويا ريت كلوب يرجع، وشوفوا الفرق ما بين كلوب هو طبعا في فرق ما بين كلوب وما بين اي مدرب هيجي. بس كلوب قعد 8 سنين ولا 9 سنين. هو مش هنعرف نحكم عليه الا بعد 4 5 مطوشة من الدوري، يبتدي يبان ساعتها التكتيك بتاعه. مرة نشوفه هو كسبان، مرة نشوفه هو خسران، بيعمل ايه عشان خاطر يعوض الخسارة ويقلبها الريمونتادا وفوز. وهو متعادل هيعمل ايه. كل الحاجات دي بتبان بقى مع المطوشة. الشوط الاول ما كانش فيه حاجة تذكر الا تقريبا يمكن شوطة واحدة على المرمى. وإبسويتش تاون كان تقريبا عنده هجمتين اكتر من ليفربول. في الشوط الثاني عمل تغييره في بدايتها، شال كوانسا ونزل كوناتيه. احنا كنا فاكرين انه اصابه، بس هو تقريبا قال ان هو يعني تكتيكي عشان خاطر كوانسا تقريبا غلط في كذا حاجه، وفي نفس الوقت كوناتيه بيزيد وقوي وبيقدر يبني صح من تحت. لما نزل كوناتيه هم نزلوا بصراحه الفرقه كلها الشوط الثاني جزوا شويه على نفسيهم. في اختلاف. ليفربول مسيطر على المباراة، ليفربول مضيع 3 4 فرص غير الجونين اللي جم. طبعا جاب جونين. ارنولد لعب كورة لصلاح. بصراحة ارنولد الباصات بتاعته ممتازة. باصات ارنولد ممتازة، وحافظ صلاح وبيحط له الكورة في الحتة الفاضية اللي بيجري فيها صلاح، واداها لصلاح. وصلاح ما كانش اناني خالص ولعبها لجوتا، جاب الجون الاول. صلاح اتغير قوي يعني عن زمان، بقى دلوقتي همه اكتر الفريق اكتر ما همه نفسه. اكيد بيبقى همه يسجل، بس همه الفريق برضه في المقام الاول دلوقتي. عشان كده هو كافئ بالهدف التاني. يعني هو صنع الاول وجاب التاني. في لعيبة زي روبرتسون كان سيء جدا النهاردة، وحش جدا. مش عارف ماله فيه، هل كبر هل تقل. لسه يمكن في بداية الموسم، وارد ان يتغير يعني مع كذا ماتش اكتر واللعيبة كلها. بس اللي كان حلو جرافنبرج النهارده برضو كان كويس جدا بصراحة، مع لمسات ارنولد وصلاح برضو كان كويس. كان في الشوط الاول وحش، خلينا متفقين ان كل لعيبة في الشوط الاول ما كانتش حلوة.
ماكاليستر ما كانش حلو النهارده برضو، بس هنقول يمكن راجع متأخر وانضم للفريق متأخر ولسه برضو. فخلينا ايه يعني ماتشين ثلاثة ونبتدي نحكم على على اللعيبة كويس. فليفربول كسب النهارده 2-0، عنده الماتش الجاي برينتفورد، هنشوف ايه الدنيا، هيبقى طبعا في الانفيلد ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا صلاح النهارده جاب جون وصنع جون، ليه رقم قياسي لتسع 8 سنين متوالية، جايب 9 أهداف، عدى ألان شيرر ولامبرد وواين روني، بقى أكتر لعيب هداف في المباراة الافتتاحية في تاريخ البريمير ليج. على مستوى بقى المشاركات، هو دي المباراة اللي كانت رقم 350 مع ليفربول، هو جايب 300 هدف، 200 مش 300 هدف يعني 300 سواء كان اسيست او اهداف، جايب بالظبط 212 هدف و88 اسيست. فطبعا اسطوره صلاح، يعني اسطوره ومن اساطير الدوري الانجليزي يعني. واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش كوره. طبعا برضو في حاجه صغيره كده، الاحتفال بتاع صلاح فالناس منزله ان هو السهم والقوس ونادي الزمالك. يا جماعه ملوش علاقه بنادي الزمالك خالص. بلاش نقول كلام اي كلام في اي حاجه خلاص عشان نشغل الناس. هو ولا في دماغه نادي الزمالك ولا في دماغه النادي الاهلي ولا في دماغه اي حد. هو الراجل بيعمل احتفال زي اي لعيبه، فيه على لعيبه عالميه كتيره قوي كانوا بيعملوها، كافاني كان بيعملها وكذا لعيب عالمي كان بيعملها، مش مشكله يعني. فملوش علاقه بالزمالك. وميدو نزل غرد تغريده يقول لك ده هو يعني راجل زملكاوي. يا ميدو يعني ركز في الكلام اللي انت بتقوله اي كلام وخلاص عشان تشتتوا الناس يعني اي كلام في اي حاجه وخلاص. ولا هو قصده زمالك ولا في دماغه زمالك ولا في دماغه اهلي ولا في دماغه اي حاجه من الحاجات دي كلها. نيجي بقى لبقيه المطوشه. ارسنال كان بيلعب مع ولفرهامبتون وفاز 2-0. يعني هنقول فاز بالمعتاد، يعني مش هنقول بسهوله، بس فاز يعني ايه، ماتش كويس وفاز، رغم ان ولفرهامبتون ضيع اهداف وكان ممكن يجيب اهداف، بس يعني ايه قدر يفوز ارسنال 2-0. كان ماتش حلو وفازوا زي ما بيقولوا ايه، اللي جاب لجوان هافاردز وساكا. عنده الماتش الجاي ماتش صعب مع استون فيلا في فيلا بارك. عندنا نيوكاسل كسب برضو النهارده 1-0، كان بيلعب ساوثهامبتون رغم ان كان مطرود من نيوكاسل واحد في اول ماتش، بس قدر يكسب 1-0. برايتون كسب 3-0 النهارده ايفرتون على ارض ايفرتون. وعندنا برضو استون فيلا كسب ويست هام في ويست هام 2-1. استون فيلا يا جماعه فريق قوي جدا. ويست هام كان عامل تدعيمات قويه جدا 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 جدا، بس بصراحه ما ظهرتش النهارده في الماتش قوي، يعني ما بانش قوي ان ويست هام فريق قوي جدا مع كل التدعيمات اللي عملها. يمكن يبان في الماتشة اللي جايه. لكن استون فيلا مكمل زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان عامل شغل حلو قوي، طلع رابع ومشارك، هيشارك دلوقتي في دوري ابطال اوروبا. بصراحه مكمل هو يعني. وكسب 2-1 وعنده الماتش اللي جاي مع ارسنال، فهيبقى ماتش هيبقى ماتش حلو يعني. وعندنا نوتنجهام فورست تعادل 1-1 مع بورنموث. وبكره بقى في ماتشين ان شاء الله باذن الله. كريستيان بالاس مع برينتفورد، وطبعا بقى تشيلسي ومانشستر سيتي الساعه 6:30. ويوم الاثنين ماتش واحد هيبقى توتنهام وليستر سيتي. فان شاء الله باذن الله يعني ايه المطوشه بكره ان شاء الله باذن الله يبقى في فيديو تاني بعد الماتشين. ومع عودة بقى الدوري الانجليزي هيبقى فيه فيديوهات على طول. بس يا ريت بقى الناس بقى تعمل لايك وتشير الفيديو ونشترك في القناة. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير.